بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء. كمان سيدنا عثمان بن عفان كانت تستحي منه الملائكة. والحقيقة سيدنا النبي وسيدنا عثمان وغيرهم من الصحابة الكثر كانوا رجال وكانوا يتميزون بالحياء، فما بالكم بالنساء وبالبنات اللي المفروض يكون الحياء هو صفة أساسية فيها، وهو تاج المرأة وتاج البنت. الحقيقة في الآونة الأخيرة إلا من رحم ربي طبعا بقت الشكوى الكبيرة الموجودة في مجتمعات كتير جدا إن لم يعد هناك حياء. جملة مشهورة: فين الحياء؟ البنات دي الحياء فين منهم؟ ازاي بيخرجوا بهذا الشكل؟ ازاي يخرجوا بهذا الزي؟ ازاي بيتكلموا؟ ازاي الضحكات اللي بتبقى صوتها عالي جدا؟ وكتير من التصرفات اللي لا تمت للحياء بصلة. الحقيقة احنا حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الحياء، وهل هو صفة مكتسبة؟ لو في بنت أو ست ما عندهاش حياء هل تقدر تكتسبها؟ وهل الحياء مقتصر على النساء والبنات فقط، ولا ممكن كمان أو واجب كمان يكون موجود في الرجال والشباب؟ كتير من التفاصيل هنناقشها بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله أنت حياك الله. ومستمعينك في برنامجك المميز. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة قبل ما ندخل على تفاصيل والأسئلة اللي معانا في حلقتنا النهاردة، خلينا الأول نعطي تفسير للحياء. ما هو الحياء؟ وهل في فرق ما بينه وبين الكسوف الشديد ولا لا؟ طيب إذا جينا نعرف الحياء رح نعرف أنه الحياء هو شعور يمنع الإنسان من ارتكاب ما يخالف أو يعاب عليه، ويدفع دائما للتخلق بالأخلاق الحسنة. فإذا هو خلق كريم، وطالما أنه شعور معناه هو الشعور هذا ما بيأتي للنساء فقط، إنما يأتي للنساء وللرجال على حد سواء. الكسوف هو شعور سلبي أساسا. الشعور السلبي هذا بيخلي الإنسان ما بيشارك لا في الحياة الاجتماعية ولا في الأنشطة ولا بيعبر عن نفسه، وما بيقدم على أي شيء سواء كان إيجابا أو سلبا، لأنه طالما الإنسان ما بيعرف يعبر عن نفسه بالتالي عنده هو حالة من حالة الخوف أو الرفض من المجتمع، فبالتالي ما بيشارك في أي شيء. لو قلنا إيش ممكن يكون أوجه الشبه بين الحياء والكسوف في الواقع الحالي اللي احنا قاعدين نشوفه الآن، أنه كلا الشعورين بيحصل الإنسان فيه بشعور بالخجل والإحراج فقط. لكن السؤال مما تخجل ومما تحرج، هنا هو الفرق، النتيجة. يعني هذا الشعور يؤدي إلى سلوك معين. السلوك الذي يؤدي إليه هذا الشعور، سواء إذا كان إيجابي معناه هذا حياء، إذا كان السلوك سلبي معناه هذا كسوف. فالإنسان ده اللي عنده شعور بالكسوف هو إنسان بيخاف من التقييم السلبي من الآخرين، فبالتالي ممكن يمتنع حتى عن فعل الخير فقط لو أنه المجموعة والجماعة التي ينتمي إليها أو البيئة الموجود فيها هي ما بتقوم بهذا الشيء، فبالتالي خلاص يقول أنا مكسوف، ما أبغى أحرج نفسي مع أحد، فبالتالي بيترك الخير الذي هو فيه. فهنا إذن لازم نعرف إحنا أنه إيش الشيء اللي يؤدي إليه هذا الشعور، هل يؤدي إلى شيء إيجابي أو إلى شيء سلبي، حتى بناء على ذلك نقرر نوصفه إيش هو، هل هو حياء أو كسوف. كمان شيء تاني، التأثير تبعه، تأثير الحياء وتأثير السلوك على الشخص مختلف تماما. الحياء تأثيره إيجابي على الشخص في سلوكياته، في أدائه، في تصرفاته، في قراراته، بخلاف الكسوف تأثيره سلبي على صاحبه، لأنه بعض الأحيان قلنا إحنا ممكن إنسان يمتنع عن فعل الخير فقط من باب الكسوف، لأنه أنا والله في مجموعة ما بيسووا زي كذا. زي الناس مثلا اللي بتشرب مثلا دخان، وبيكون واحد مثلا ما بيشرب سجاير وكسفت ان انا ما كنت زيهم فبالتالي بشرب معاهم يعني. فهنا طبعا النتائج والتأثيرات هي اللي تدلنا على حقيقة هذا الشعور. تمام جدا. طيب أستاذة خديجة، ليه المقولة اللي أصبحت الآن منتشرة للأسف الشديد إن بيتقال ما بين قوسين كده فين الحياء؟
يعني ما بقاش في بنات عندها حياء ولا نساء عندها حياء إلا من رحم ربي. طبعا أكيد لسه في نساء وفي بنات عندهم حياء، ولكن أصبح دلوقتي في كثير من المجتمعات بنشوف البنات، بعض البنات وبعض النساء تصرفات يعني متجاوزة جدا، ضحكات بصوت عالي جدا، تجاوز في التعامل مع الرجال والشباب. ليه المقولة دي أصبحت منتشرة الآن؟ طيب المقولة هذه منتشرة بقوة لأن أول شيء صار عندنا تغيرات اجتماعية، تغيرات في القيم والأخلاق في المجتمع، فبالتالي معايير الحياة اختلفت يعني وتغيرت. يعني اللي كان زمان مثلا هو حياء يغلب على المرأة فيه انها تمتنع وانها ما تتكلم والى اخره، الان المجتمع اصبح غير كذا. صار المجتمع الان ده يعني بلاش نقول مختلط، انما داخل في بعضه، حتى القيم نفسها تغيرت والمعايير مختلفت، ودائما يعاب. حتى يعني انت في اي جيل عايش، انت في اي زمن عايش اليوم تمارس خلق الحياة. فبالتالي هذا التغيير في المجتمع نفسه ادى الى تغير القيم والاخلاق فيه، وبالتالي تغير معايير الحياه. كمان عندنا تاثير وسائل الاعلام. وسائل الاعلام الان اصبحت تظهر صوره نمطيه للمراه ما تتوافق ابدا لا مع القيم الدينيه ولا الاجتماعيه ولا الاخلاقيه اللي في مجتمعاتنا. فبالتالي البنات والنساء والرجال استسهلوا هذا المنظر، فاصبح هو ده الدارج وده الطبيعي وما في اي مشكله، وليش العقد وليش انتم تعقدوا الامور، ليش تصعبوا الامور. كمان عندنا الجهل بالأحكام الشرعية. عند كثير من الناس ما يعرفوا الواقع الشرعي في الحياة يعني العامة. المرأة اللي بتخرج الحياة العامة أو في الحياة العامة فيها ضوابط شرعية سواء للرجل ولا للمرأة. هذا الجهل بالضوابط الشرعية في الحياة العامة أو الخاصة لدى المرأة أو لدى الرجل أدى إلى تساهل أو الاستسهال في ترك هذا السلوك أو عدم التخلق بخلق الحياة. فبالتالي هذه الأشياء كلها اختلفت تماما، وادى الى انه ما بتشوف انت بنت اليوم عندها الحياه. لكن من جهه ثانيه خلينا نسال السؤال بطريقه مختلفه، هو ليش البنات صاروا مرتبط الحياء بهم؟ يعني هو الافضل طبعا لانه بالفطره يعني المراه مرتبطه بالحياه، لكن ليش غاب اساسا خلق الحياء عند المراه؟ في رايي انا انه غياب التربيه السليمه للرجل وللمراه داخل البيوت، غياب العلاقة الصحيحة، غياب العيش بفكرة الإسلام كأسلوب حياة، هذا هو اللي أدى إلى غياب خلق الحياة عند المرأة. المرأة اليوم ما بتتجرأ ترمي الحياء وراء ظهرها وهي تمشي، لأنه هذا السلوك فطري عندها أكثر من الرجل يعني في هذا الجانب. لكن لتساهل الرجال في هذا الأمر وعدم وضع ضوابط لهذه السلوكيات، إنما الحكم على المرأة فقط، إنما نفس الخلق تساهل الرجل فيه أدى أن المرأة اليوم تخرج إلى المجتمع بدون ما يكون عندها أي ذرة حياء، وتختلط بالمجتمع وتتعامل مع الرجال وترتفع صوتها وإلى آخره بشكل يعني ما ينكره الرجل، لأنه خلاص يعني الوسائل الإعلام أول شيء قتلت هذا الجانب. فالرجل ما ينكر المرأة اليوم تخرج وتتكلم مع رجل آخر، عادي جدا بالنسبة له، يأخذ الموضوع بمفهوم آخر، يعني إنه هذا التخلف. أنت اليوم لو ما تتكلم مع المرأة أو ما تخليها تعيش حياتها أو طبعا يؤدي كل هذا نتيجته إنه الإنسان ما بيعرف أساسا دينه، كأنه الدين هو جاي لغلق المرأة وتحديد مساحة الحياة الخاصة والعامة لها وفتح المجال للرجل يعني، وهو الحقيقة ما هو بهذا الشكل. فإذا نرجع لأصل المشكلة في رأيي أنا أنه الرجل عندما غاب عنده هذا الخلق غاب كنتيجة عند المرأة اليوم. تمام. طيب أستاذة خديجة، دايما لما بنتكلم عن خلق الحياء دايما بنوجه الكلام للنساء وللبنات، لا يوجه الكلام للرجال. هل المفروض الرجل يكون عنده حياء، أم إن الرجل أصلا ما ينفعش يكون عنده الحياء لأنه هو أصلا راجل وبيطلع للمجتمع وبيتعامل وبخلاف الست، فما ينفعش نقول للراجل خلي عندك حياء، ده نقوله للستات وللبنات بس؟ هل الكلام ده مظبوط؟ ونحن نرجع للتعريف نفسه. الحياء خلق يأمر بالخير والأخلاق الحسنة ويمنع من ارتكاب ما يعاب عليه الإنسان. طيب مين المفروض يمشي بالقاعدة دي أو بهذا التعريف؟ هل هو مخصص للرجال؟ هل هو مخصص للنساء؟ مخصص للجميع يعني. فالرجل حتى لما يخرج الحياة ويعاركها ويشارك الناس في حياتهم وفي الواقع الموجود فيه، يجب عليه أن يمارس خلق الحياة. ما هو حيتعامل مع امرأة، فإذا كان هو تساهل في التعامل مع هذه المرأة ولم يقف عند الحدود والضوابط الشرعية معها، معناه أنه ما عنده حياة. عرفتي كيف؟ فهنا مهم جدا نحن ما نحط التعريف ونلزم النساء فيه دون الرجال.
بالعكس احنا نلزم الجميع، يعني بصفتنا مسلمين اليوم كلنا ملزمين شرعا نساء ورجال ان نتخلق بخلق الحياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى ايش الله عليه اشد وسلم. حياء من المرأة في خدرها، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان اشد الصحابة حياء في هذه الامور. فما بيقلل من الرجل انه عنده خلق الحياء، بل بالعكس هذا يرفع منزلة الرجل كما هو يرفع من منزلة المرأة. فهنا اذا ما نقول نحن انه هذا الشيء للنساء، هذا التوصيف والتخصيص في أشياء عامة يشترك فيها الرجل والمرأة هو اللي أدى عندنا إشكالية في موضوع الحياء. فأصبحت المرأة مفهوم الحياء بالنسبة لها يساوي الضعف، أصبح هذا هو المفهوم اللي هي تأخذه المرأة، والرجل أصبح عدم الحياء أو التخلق بالحياء معناها الضعف. فبالتالي خلاف الضعف يجب الرجل يثبت أنه هو قوي فلا يتخلق بخلق الحياة. فهنا هي إشكالية كيف إحنا قاعدين نفهم التعريف هذا وكيف قاعدين ننزل على الواقع أثناء تطبيقه. تمام. طيب أستاذة خديجة، هل لو في بنت أو ست ما عندهاش حياء، هل خلق الحياء ممكن يكتسب ويعني تقدر تعدل من سلوكياتها، ولا المفروض إن يعني الحياء ده يكون موجود عندها، لو ما كانش موجود مش هتقدر تكتسبه؟ خلق الحياء يعني يمكن اكتسابه، ما هو إن الإنسان يجي، في ناس يجوا عندهم خلق الحياء بالفطرة يعني، لكن في ناس ما عندهم ويجي الإنسان يكتسبه، لأن الإسلام لما جاء ركز على أنه يحافظ على الأخلاق الحسنة الموجودة في الناس، واللي ما يعرفوها يعرفهم عليها حتى يتخلقوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، كل شيء بالممارسة والتطبيق والتعلم. هو ما هو أنه بس خلاص لازم يجي الإنسان عنده خلق الحياة، ويمكن الإنسان يكتسب هذا الخلق من خلال أول شيء التنشئة الاجتماعية. الولد والبنت إذا نشأوا في مجتمع يعني يحافظ على قيمة الحياة ويركز عليها ويثني عليها خيرا، ويشوف هذا الشيء موجود كنموذج مطبق أو كقدوة موجود في حياته سواء كان رجل أو امرأة، يمكن أن يتخلق به منذ الصغر. وخاصة منذ الصغر. ليش نقول نحن؟ لأنه نحن بعض الأحيان يجونا أبناءنا سواء كانوا الأولاد بالذات بعضهم عندهم خلق الحياء، لكن نحن نخرجهم من هذا السلوك أو من هذا الخلق منذ الصغر على أساس إيش؟ أنه لازم شخصيتك تكون قوية، لازم ما تخاف، لازم كذا، لازم تكون جريء. فما يعرف الطفل الضابط الشرعي أو الضابط الأخلاقي في مسألة الجراءة هذه لأي مدى لازم يكون. فتلاقيه هو كان يعني حي وهو صغير ويكبر وهو ما عنده حياء، والسبب أنه الأبوين أخرجوه من هذا الخلق. كمان التعلم الديني أو الثقافة الدينية أو الفهم للأحكام الشرعية يخلي الإنسان يتعلم خلق الحياء، وخاصة البنات. اليوم البنات لما تعرف الأحكام الشرعية المتعلقة فيها، خاصة في مسائل الحجاب واللبس وإظهار الفتنة والصوت والأفعال وكيف لازم يكون سلوكياتها، كل هذه الأشياء لما تعرفها وتعرف الضابط الشرعي تبعها إيش هو، يسهل عليها أنها تتخلق بخلق الحياة. لأن احنا قلنا نعيد ونأكد، خلق الحياة يؤدي الإنسان إلى أنه يتصرف تصرفات إيجابية وتصرفات ترضي الله سبحانه وتعالى، وتمنعه عن ارتكاب الأخطاء أو ما يغضب الله سبحانه وتعالى. كمان القدوة بالنسبة للبنت، التأثير الإيجابي، وجود القدوة في حياتها سواء كان رجل أو امرأة، أب أو أم في حياة البنت أو الولد، أو حتى من المعلمات أو من الصديقات. ممكن الإنسان لما يحب هذا الخلق ويشوفه كنموذج مطبق في حياته يستطيع أو يحب أنه هو يكتسبه. إحنا غياب القدوة هذا كمان أثر على مزاج المجتمع في هذا الخلق. فبالتالي هذه الأشياء كلها لازم احنا نعرف كيف نولفها وكيف الإنسان يتعامل معها. ولازم ندرك اليوم أن الحياء مو معناها أن الإنسان ينعزل عن المجتمع، بل بالعكس، الحياء معناها أنه أنت تشارك في المجتمع بشكل إيجابي، بالزبط. بشكل فعال، بشكل يفيد المجتمع وليس بشكل يضر به ويحقق مصالحك ومصالح المجتمع. هذا هو المفهوم اللي لازم الجميع يفهمه. فهذا مهم جدا في هذه الجوانب. طيب أستاذة خديجة، هل في بعض الصفات أو الأساسيات أو الركائز اللي نقدر نقول من خلالها إن البنت دي أو السيدة دي عندها حياء، وإن البنت دي أو السيدة دي ما عندهاش حياء؟ إيه هي الصفات أو الأمور الأساسية اللي المفروض تكون موجودة في السيدة أو البنت عشان يكون عندها حياء؟ طيب، إذا قلنا إحنا اليوم نبغى نحكم على البنت إن عندها حياء أو غير حياء أو ما عندها حياء، خلينا نبدأ بأهم وأبرز شيء عند المرأة اللي هو الحجاب. اليوم المرأة اللي ترتدي الحجاب الشرعي بطريقة صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى،
وبشكل منضبط جدا، حنكتشف انه طريقة ارتدائها للحجاب هي دلالة على حيائها، لأنه بعض الأحيان ارتداء الحجاب لا يخفي الزينة. طبعا. طيب عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن، يعني المرأة ممكن تتحجب لكن تظهر زينتها. فهنا إذا تحجبت المرأة وأظهرت زينتها، يعني عندنا إحنا إشكالية في مسألة الحياة، إني مش فاهمة الموضوع بطريقة صحيحة. هي تحسب إنه الحجاب ده هو تغطية فقط، لكن لا مانع من إظهار بعض الأشياء مثلا. فهنا إذا أكبر مظهر من مظاهر اللي هو الحياة عند المرأة اللي هو مسألة الحجاب. كمان عندنا مسألة اللي هو الستر، تغطية المرأة كل جسمها، مثلا ما تظهر مفاتنها إلا لمن أحله الله أو أباحها الله سبحانه وتعالى رؤية هذه المفاتن. هذا كمان جانب. إظهار بعض من هذا الستر دلالة على عدم وجود الحياء واستسهال في هذا الجانب. كمان عندنا طريقة الكلام والأفعال، مثلا المرأة اللي تتكلم بصوت هادئ ومهذب بكلمات بسيطة جدا لشرح ما تريد شرحه أثناء التعامل مع الرجال دلالة على الحياء. خلاف ذلك اللي هو التساهل في الكلام والاستبساط فيه وإلى آخره، هذه كمان من الأشياء اللي تدل على عدم وجود الحياء وعدم يعني انه الانتهاء عن هذا الشيء، اني اساسا ما بتشوف انه هو في مشكله، يعني ما في اي شيء، عادي جدا يعني. كمان عندنا من ناحيه التصرفات الاخلاقيه، مثلا سلوكيات المراه، كيف قاعده تتعامل مع الوسط اللي هي موجوده فيه سواء كانت رجال او نساء، دلاله على خلق الحياء، هل هو متاصل عند المراه، هل هو موجود، هل هو غائب. هذه الاشياء كلها تدل على انه الخلق هذا موجود، لأنه هذه أبرز الأشياء عند المرأة كلها إيش هي؟ حجابها، طريقة كلامها، طريقة أفعالها. بناء على ذلك أنت تقدر تقيسي المرأة اليوم الحياء موجود ولا مو موجود، وغائب إلى أي مدى، وهو موجود إلى أي مدى كمان يعني. فهذه أبرز العلامات. تمام. وبأبرز العلامات دي نختم حوارنا مع حضرتك الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. بشكر حضرتك على هذا الطرح المميز. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل نساء وبنات ورجال وشباب الأمة الإسلامية جميعا يا رب يتحلوا بخلق الحياء وخلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج قوارير، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.